صباح الخير، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ جايب مايك وعامل شغل فخم اهو. ازاي تضحك على نفسك وتعمل اللي نفسك فيه؟ في حاجه اوريها لك روشه، بس خليها في نص الفيديو عشان اللي بيزق بسرعه ما يشوفهاش يعني، وفي ناس عينها وحشه فاوريهم في الاخر بقى. فاهم ازاي؟ عشان انت توصل نص الفيديو تشوف الحاجه تقول ده انت فعلا كلامك كده. فاهم ازاي؟ صرف صرف ودماغ، على فكره انا محط مكلف دماغي في الموضوع ده. ماشي، ازاي تضحك على نفسك وتعمل اللي نفسك فيه؟ انت الاول لو بني ادم ذكي زي حالاتنا انا وانت كده، مش ذكي قوي باللي هو المعنى ايه، اللي انت بتعرف تنفذ كل حاجة، لا انت بتعرف تفكر كويس. فانت مش هتفهم او مش هتعرف تضحك على نفسك، هتقفشها. فاهم ازاي؟ هتقفش نفسك اول ما تحاول تقول انا همشي على الوضع اللي انا فيه. طب ما الناس كلها كده، فانت تروح لا، ما انت عارف ان هو لا، في ناس زيك واقل بتعمل احلى منك. تمام. طب ما امشي حالي، طب ما يمكن بعد كده تبقى احسن. انت عارف ان الوضع مش هيبقى احسن لو انت دنيتك على الوضع اللي انت فيه. في الناحيه التانيه الحلوه اللي انت تضحك على نفسك، طب ما انا فعلا جامد، انا هعرف اعمل كذا وكذا، هعرف مثلا افتح البيزنس بتاعي واكسب مليون دولار في الشهر. فاهمني؟ فتيجي للواقع والامكانيات المتاحه، تلاقي الموضوع مش مبلوعه، مش منطقيه قوي للحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي ومع الرقم اللي انت عاوز تعمله. فاهمني؟ فانا هقول لك ازاي تعالج كل المشكله دي، وهقول لك ازاي ما تضحكش على نفسك عشان تدنك في الوحش، وتضحك على نفسك عشان تروح للحلو. فاهم حاجه؟ طيب لو المشكله دي لسه عندك، اللي هي تضحك على نفسك وترضى بالوحش، او ما تتحركش من مكانك او المكان اللي انت فيه يعني، فهقول لك ازاي تعمل كده. اولا، صدق اللي انت تستاهل احسن. صعب قوي اللي انت تصدق ده لو انت بتعمل الحاجات اللي بتخلي صورتك عن نفسك تقل. مثال على ده، ودي حاجه حلوه فشخ، حوار البورن. انت بالنسبه لك، او انا زي ما علمتك وغير علمك، ان البورن حاجه وحشه، وحاجه بتقلل التستوستيرون، وحاجه بتخليني مش راجل، وحاجه وحاجه وحاجه. تمام. فانت دلوقتي لما تيجي تعملها نظرتك عن نفسك تقل. انت دي المره ال 5000 اللي انت توعد نفسك مش هتعمل كده وعملتها ومش عارف ايه. اخر عقلك كده من ورا، في العقل اللاواعي بتاعك، انت بني ادم ما تسواش حاجه. تمام. فلما تيجي تعمل حاجه غير اللي بتعملها في العادي، زي اللي انت تحاول تكلم بنت، انا ما بشجعكش تعمل كده طبعا، او حاجه اللي هي تتطلب جراءه شويه، اللي انت تاخد قرار اللي انت تبدا في بيزنس وتلتزم وتعمل الجدول او وتمشي على الجدول. يعني فاهم ازاي تعمل الجدول وتمشي عليه؟ كل الحاجات دي صورتك عن نفسك هي اللي بتحدد هل هتستمر فيها او لا. تمام. ف وبالمناسبه انا اعرف واحد معرفه يعني، بلاش اقول صاحبي، بالنسبه له موضوع البورن ده مش مشكله، فتحته في الموضوع كنا بنتكلم والكلام جاب بعضه يعني. فايه يا اسطى بورن ده؟ انا بقى ده أنا لو ما نزلتش من غير ما اعملها ما هحس ان اليوم ما يمشيش. وبالنسبه له زي السجاير، بالنسبه له حاجه لازم تتعمل، حاجه اللي هو بترميه في ستريس، فهو مش شايفها بالنسبه له ازمه. فاهمني؟ فبالنسبه له الموضوع مش هيقلل صورته عن نفسه. انا ما بتكلمش هو صح ولا غلط، بس انا بكلمك دلوقتي في حته ان هو بالنسبه له الموضوع مش فارق. الموضوع بالنسبه لي انا بعمله بس بلاريه في ستريس، او انا بروح عن نفسي يعني. وبالنسبه لي الموضوع ايزي تماما. تمام. مش زي انا وانت، احنا عارفين الموضوع خطورته قد ايه. فهو انا جيت اكلمه في اضرار الموضوع ومش عارف ايه، فكرني ان هو انا مش بفهم انا بقول ايه، فخلاص براحتك انا هقول لك ايه تاني. فاهمني؟ ومن ساعتها ما كلمتوش كتير صراحه يعني، فيستحق ده. بس الفكره في ايه؟ البني ادم ده هو مش ناجح فشخ، بس راضي عن حياته وراضي بالوضع اللي هو فيه، وان عايز يعمل حاجه بيعرف يعني لحد ما يعملها. بس على فكره ده ليه ليميت، عشان هو صدق كدبه، صدق ان البورن حاجه حلوه ليه. تمام. فده ليه ليميت، مش هيوصل للحاجات الفشيخه قوي اللي انا هوريك ازاي تعملها، وهوريك نسبه من اللي انا عملته حرفيا، من اللي انا صدقت ايه الحاجات الحلوه. طيب نخش في النقطه التانية، ازاي تضحك على نفسك وتصدق الحاجات الحلوه اللي انت نفسك توصل لها. ماشي. اول انجاز حقيقي تعمله، وخصوصا لو كان فلوس، هيودي صورتك عن نفسك وثقتك في نفسك في حتة تانية، زي ما البتنجان اخد البرجر بالظبط. والمناسبة نظرتك للحياة كلها بتتغير. نظرتك للحياة كلها بتتغير. تمام. احنا كده وصلنا 5 دقايق، فاقدر اوريك حاجة روشة شوية. بص كده يا صاحبي، قدام المناسبة من شغل الفريلانس بتاعي، اللي هو انا مش ضامن ان انا استمر فيه ومش عاوز استمر فيه، بعمله حاجة كده كانت تجيب لي قرشين على جنب. اوريك بقى القرشين بتوعي كانوا عاملين ازاي. صلي على النبي بس اللي في قلبك الاول. وايه، انا عارف ان في ناس كتير بتعمل اكتر من كده،
وعارف ان ده مبلغ مش اللي هو هيغير حياتي يعني او حياة ناس كتير. بس انا عارف ان ده حاجة فشيخة، انا عارف ان ده حاجة مش اي حد بيعرف يعملها يعني في الزمن اللي احنا فيه خصوصا يعني. راحت فين يا معلم اهي. بص يعني، اهم حاجة انها مقلوبة، حلو انها مقلوبة. دول 1000 دولار كسبتهم من اسبوع شغل، اسبوع واحد شغل. تمام، وممكن اقل من كده بعد كده. تمام. اه. استنى. المايك اللي قدامك ده بسكة 4000 جنيه، الستاند بتاعه بس بسكة 600 جنيه، حاجة زي كده. في حاجات أغلى وفي حاجات طبعا في أفشخ من كده بكتير وأرقام فلكية. بس أنا بقول لك أنا جايب دلوقتي حاجة من فلوسي وتعبي الشخصي وحاجتي الشخصية وحياتي أنا بنيتها بدماغي. بعد كده هجيب لي بايك وهسكن في شقة إيجار لوحدي وهعيش حياتي ملك. تمام، ملك حرفيا. فهل أنا دلوقتي، بالمناسبة حوار البورن انا بقالي 3 اسابيع ما لمستش بتاعي، ما لمستوش. وجيت من كتر ما انا الموضوع مش في دماغي، ومن كتر ان انا مش متعود، فاهمني؟ مش متعود ان انا اريليف ستريس على رايي. انا بس أنا الموضوع ده انا بحاول اعالجه بقالي فتره، بس ايه، زي ما تقول بجرب كل حاجه في نفسي. كل ما اطلع من الموضوع برجع له عشان اجمع داتا اكتر، لما اجي اعمل حاجه اعالجها اكون لامم وشامل كل حاجه تخص موضوع البورن ده ونقفل عليه ومحدش يجي له حوار بورن تاني في الدنيا. تمام. وانا الحمد لله يعتبر حققت 80% من الموضوع ده. وان شاء الله الخطوه الجايه جايه لك، الخطوه الجايه هتتعمل كده، تتلخص في فيديو ساعه ساعتين ثلاثه زي ما تطلع. بس والله اللي هيسمع الحاجه دي والله ان شاء الله باذن واحد احد عمره ما هيطلع، عمره ما هيرجع لحوار بورن تاني. تمام. حلو قوي. نرجع لموضوعنا. انا ما لمستش بتاعي بقالي 3 اسابيع. تمام. انا اسف لو قلت الفاظ خارجه او الموضوع نكش مني بعيد، بس ايه، دي قناه رجاله بس واحنا رجاله في بعض، فهكلمك بالاسلوب اللي انا هكلم بيه واحد صاحبي، وانا بكلم صاحبي كده، وما كانش اسوأ من كده كمان. تمام. الالفاظ سوقيه، الفاظ من دون المستوى، مش عارف ايه، يا عم اطلع الفيديو وروح منشن وزاره الداخليه. بس انا بقول اللي انت عايز تسمعه كحد عايز يغير من حياته. تمام. حلو قوي. فليه ده حصل؟ ليه انا ما مارستش العاده من الفتره دي كلها وكده؟ نظرتي لنفسي اتحسنت، شفت الحاجات اللي وريتها لك دي، شايف الحاجات دي انا جبتها بفلوس، وجايب ايدي هدوم ليا بفلوسي، وجايب حاجتي وحياتي، بغير حياتي بايدي حرفيا. كل ده طبعا رزق من ربنا، وهذا رزق ربي ما له من نفاذ. بس كون الموضوع ده انا عملت كده بايديا واشتغلت بايديا وعرقت في الفلوس وطلعتها وجبت بيها الحاجه اللي انا عاوزها. وبالمناسبه انا جايب هدايا لاهلي فوق ال 5000 جنيه، فاهمني؟ فحاجات يا ابني الفلوس ده انا عارف ان هو 5000 جنيه يعني في ناس بالنسبه لها كده، وفي ناس تانية بالنسبه لها اللي هو 5000 جنيه ده مرتب بني ادم، اكتر من مرتب بني ادم. تمام. بس بقول لك ايه، انا عملت كده، انا لوحدي، انا وانا مش ابن فلان الفلاني. مش هقول لك ازاي تفكر بعقليه المليونير وانا ابويا اصلا بيديني مليون جنيه مصروف، فاهمني؟ فاللي هو ايه، لا انا واحد زيك، انا واحد ما كنتش بلاقي ال 200 جنيه بتوع اشتراك الجيم حتى، او ما كنتش بلاقي حتى العشاء الحلو اللي المفروض اكله، فاهمني؟ كان في احتياج من بروتين يا سيدي، فاهمني؟ ما كنتش بحلم بكده. التلاجة بسم الله ما شاء الله الحمد لله اللهم لك الحمد، ملنا لحمه وفراخ وسمك وبيض. لسه شاري كرتونات بيض النهارده، كل ده من فلوس تاني بالمناسبه، فاهمني؟ فان انا وصلت لهنا ومن هنا بدماغي، بعد طبعا توفيق ربنا، بعد قبل كل حاجه، بدماغي بمجهودي بالتعب اللي انا تعبته، بالحاجه اللي انا والوقت اللي انا حطيته في اللي انا اتعلم الحاجه اللي هتجيب لي فلوس دي، وتعلمتها بالفعل، والعقليه اللي كونتها. في ايه بقى، انا عاوز افتح شركه دلوقتي، افتح ودماغي هتجيبني ان انا افتح، وما كدبتش على نفسي بقى. انا دلوقتي ما كدبتش على نفسي ان انا اصدق الحاجه دي، عشان انا فعلا حققت نتيجه. يا ابني انا جايب علبتين كاريتين لو شفتهم، الواحد الاتنين دول ب 1000 ونص، فاهمني؟ او اكتر من 1000 ونص والله، فاهمني؟ جايبها كده، جايبها عشان بس اكمل الجيم ومش عارف ايه. فالفكره في ايه،
الحاجات دي انت بتشتريها، انت بتحس بقى، بتفهم من قلبك من جوه، بيصدق المعنى الكلام اللي انت نفسك تقنع نفسك بيه ده. فدلوقتي انا اعمل 200,000 في الشهر، ايه يعني ما اعمل 200,000 في الشهر؟ ما انا عامل 50,000 في الشهر اللي فات. تمام، موضوع مش بعيد قوي عليا، فاهم؟ موضوع بسيط عليا، الموضوع مش بسيط عليا، هيعوز تعب وشغل وكل مش. بس انا شايف انه يقدر يتحقق، انا شايف ان ده طموح في محله. ما سمعتش كلام اهل اللي هو انت يا عم بخليك بس ركز في الدراسه والله يسترها عليك وشوف دنيتك ماشيه ازاي. وبالمناسبه اهلي كانوا بيقولوا لي كده، فاهمني؟ ما سمعتش كلام صحابي اللي هو يا عم انت هتعملهم علينا ومش عارف ايه. وانا كنت غلطان ان انا بعرف حد ان انا بعمل حاجه، ودي غلطه فعلا انا اعترف بيها. تمام. دلوقتي بقيت بقول للناس ان انا بعمل حاجه عشان اعرفهم هم كده ولا كده، وعلى اساسه اعرف احدد بقى ده هيكمل معايا ولا لا. فدي حاجه ممكن تستغلها لصالحك يعني. حلو فشخ، انا مبسوط بالكلمتين اللي انا قلتهم لك دول، وبتهيألي دول كفايه قوي اللي انت تطلع من الفيديو على كده، انت مش محتاج تكمل. بس ايه، خلي بالك من كلام الناس، انا قلت لك المعلومه دي، خلي بالك من كلام الناس. انا مش بقول لك ايه على راي الراجل كان بيعمل فيديو بترول على الدره ده، ابوك زعلك احبسه، امك مش عارف ايه ادفنها كده. لا مش كده، مش كده، اعمله بكل ود واحترام وحب. بس اديهم، مش هقول لك اديهم حجمهم عشان هم معلش اهلنا برضو. يعني ما تاخدش الكلام كله منهم، ما تصدقش كل حاجة بيقولوها. وبرضو على فكرة هم بيحبوك وبيتمنوا لك الخير من كل قلبهم، بس هم ما يعرفكش انت شخصيا، وما يعرفوش الخير بتاعك انت فين. ابوك ممكن يكون شايف الخير اللي انت تطلع دكتور، اللي انت تطلع مش عارف ايه، بس انت شايف ان لا، انا الخير ان انا اكون معايا فلوس وراضي عن حياتي وراضي عن العيشه اللي انا عايش بيها، وفي نفس الوقت واكون راضي على نفسي ازاي وراضي على عيشتي، ان انا اكون بعمل حاجه مينينجفول ليا، حاجه مينينجفول بتديني معنى، بتدي لحياتي معنى، بتخليني نايم كده مبسوط. انا مقفل عينيا، انا راضي عن عيشتي وراضي عن المستوى اللي انا فيه والمستوى اللي انا اهلي حطيته فيه، فاهمني؟ راضي عن كل حاجه، مش طالب حاجه من الدنيا، حرفيا مش عايز حاجه من الدنيا ولا عايز حاجه من حد. عشان كده لما بتكلم قدام اي حد، ايوه انت عايز مني ايه؟ ما عدتش بتكلم بسرعه، ما عدتش بتكلم بحرقه ان انا عايزك تفهم كلامي وتفهم رايي عنك، ما فهمت حلو الكلام. واخيرا خش بقى على الديسكورد يا حبيب اخوك، هتلاقي ناس شبهك بالملي بيعملوا نفس الحاجات اللي انت بتعملها بالملي. انا كل يوم ببقى في الكوخ، ببقى في الكوخ ده بالنسبه لنا حاجه زي ستادي ويز مي او ورك ويز مي، بنقعد نفتح الكاميرات زي ما انا بكلمك دلوقتي كده، وبننجز الحاجات اللي ورانا. تمام، دي حاجه بتتعمل كل يوم تقريبا، كل يوم بلا استثناء. وان انا مشيت بيبقى في غيري موجود، وان غيري مشي بيبقى في غيره موجود، وهكذا. تمام. ممكن ما تلاقيش الاعداد كبيره في الاول، وده طبيعي عشان احنا قناه لسه صغيره وسيرفرنا لسه صغير. بالمناسبه حوار الكوخ مش مجاني، بس عشان انا عارف ان انا دي حاجه من ضمن الحاجات اللي حاططها في الحاجه البريميوم للناس اللي بجد بجد انها نفسها تعمل حاجه في حياتها، ودي حاجه موجوده ليهم. تمام، في حاجات كتير قوي ببلاش ممكن تخش تبص عليها بصه برضو، مفيش اي مشكله. وانا برد على اغلب الناس دلوقتي، واستغل ان انا قناتي صغيره ما فيهاش ناس كتير، فهعرف ادي ناس محتاجه معلومه او محتاجه نصيحه وقتها. وقبل كده عملت فيديوهات لناس كانت طالبه مني معلومه، بس كان طلب مني حاجه، سالني في حاجه انا عملت عليها فيديو عشان مخصوص الشخص ده. تمام، فاستغل ان انا قناتي لسه صغيره، وزي ما تقول في استشارات مجانيه كده بتتبعت للناس. تمام، فبس ده كان كل اللي عندي اقوله لك النهارده. خلي دماغك في راسك، ما تسمعش كلام كل الناس، ما تسمعش كلام كل الناس، ما تسمعش كلام كل الناس، وما تسمعش غير لحد وصل للحاجة اللي انت عايز توصل لها. تمام، انا برضو مش مكاوي، مش هقولك ايه انا معايا فلوس اكتر منك، بنات اكتر منك، مش عارف ايه اكتر منك، لا. برضو البني ادم ده لو شفته تعرف تاخده كنموذج، ممكن تاخد من على فكره نفس مكاوي نفسه، الاهطل ده اللي بنتفرج عليه ممكن تاخد منه الحلو، بس ممكن تشوف الحلو في عقلته ايه. بس انت كبني ادم لسه طالع جديد، مع احترامي ليك، انت ما تعرفش الحلو والوحش. انت بتبص كده شايف هو عربيات كتير وفلوس ومش عارف ايه، بس ما تعرفش اللي ورا ده، مش فاهم قوي، ممكن ما تكونش فاهمه، ممكن تكون فاهمه عشان كده كاره مكاوي عادي، فاهمني؟ بس الحقيقه انت فاهمها،
ممكن تاخد منه الحلو بس، يعني هو منظم جدا في حياته، بيصحى في وقت معين وبينام في وقت معين وبيروح جيم في وقت بينظم جدا في حياته، دي حاجه حلوه ممكن تاخدها منه، فاهمني؟ وانا برضو زي نفس الكلام، انا عندي حاجات حلوه قوي وحاجات وحشه قوي. تمام. خد كل اللي يعجبك من كل الناس، بس الاول اعرف الحلو من الوحش، اعرف الحلو بتاعك انت من الوحش. حلو. بس خلاص كده، سلام 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 سلام.